النهارده هنعمل مع بعض صوابع زينب احلى من بتاعت بره بألف مره. كوبايتين دي بس هتعملي كميه كبيره من صوابع زينب. طعمها حلو جدا، عايزه اقول لكم بقى كده هو مقرمشه وفي نفس الوقت كده مرمله ومظبوطه جدا. هقول لكم على كل الاسرار اللي هتطلعها معاكم ناجحه زي بتاعت بره واحسن كمان. هقول لكم على كذا طريقه نقدر نشكلها بيها، وحاجات كلها موجوده في قلب بيتك. النقشه ثابته زي ما انتم شايفين كده اهوت ودايبه بجد، يعني طعمها حلو جدا، مش هتاخد معاكم 10 دقايق في التحضير بتاعها. اتمنى الفيديو بتاع النهارده يعجبكم وتستفادوا منه. لو انت لسه اول مره تشتركي قناتي يا ريت تشتركي في القناه عشان يوصلك من كل جديد. اول حاجه بقى كده اهوت نبدا بسم الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. معايا كده كوبايتين من السكر، وممكن كمان تعملي نص الكميه لان احنا مش هنستخدمهم كلهم. هنحط عليهم كوبايه وربع كده من الميه. السكر ده سكر طومين عادي. هحط نص ليمونه يا اما على طرف المعلقه ملح ليمون. المكون اللي هيخليها زي الجاهزة واحسن كمان معلقة من عسل الجليكوز متوفر كده عند اي عطار او عند اي مستلزمات حلواني. هنحط معلقة واحدة كده، لو مفيش ممكن تحطي بدلها معلقة من عسل النحل او الشربات التقيل. القوام بتاعه بيبقى تقيل بالشكل ده، ما بيدوبش الا بالسخونيه بتاعه النار. هرفع بقى كده الكلام ده كله على النار كده اهوت، وهقلبه تقليبه بسيطه كده اهوت. المهم ان انا ما اجيبش السكر على الحروف من فوق، بس بحرك السكر بس كده اهوت عشان ما يلزقش تحت. اول لما بيبدا يغلي كده بحسب له من 8 دقايق ل 10 دقايق، وبعد كده قبل ما بطفي عليه بحط له كده نقطتين من الفانيليا البودر او السايله المتاحه عندكم. وبعد كده بقى هفضيه في حاجه كده اهوت عشان يبرد، ان احنا هنحتاجه يكون بارد وتقيل. طبعا وهو سخن كده بيبقى القوام بتاعه بالشكل ده، ولما بيبرد بقى بيتقل. معايا بعد كده بقى كوبايتين من من الدقيق الابيض، ونص كوبايه من الدقيق السميت اللي هو السايب، ورشه ملح، معلقه صغيره من بتاعه الشاي سكر، ومعلقه صغيره من بتاعه الشاي ممسوحه خميره فوريه. ما تكتريش خميره عن اكتر من كده عشان ما تفتحش معاكي في النار. معايا ربع كوبايه من السمنه، ممكن تخليها سمنه على زيت زي ما انت حابه. هبدأ بقى كده بعد ما قلبت المكونات الجافة على بعض نزلت عليهم بالسمنة، وهبدأ ابسها كده بالشكل ده، ان انا هغلف كل المواد الجافة دي بالمادة الدهنية اللي انا حطيتها، سواء سمنة على زيت او سمنة بس. السمنة بتدي نعومة وذوبان كده هوت لصوابع زينب بتاعتنا او الحلويات اللي احنا هنعملها، وبتبقى مقرمشة في نفس الوقت بتبقى دايبة. خلاص كده هوت، بصوا الخليط بقى عامل ازاي معايا، بقى عامل شبه الرملة المبلولة. معايا كده نص كوبايه من الميه الدافيه، ومش هنزل بيه مره واحده. وهحط كده نقطتين من الفانيليا، وده اختياري بس بتدي ريحه حلوه واحنا بنقليها على النار. هبدا احط بقى الميه كده بالتدريج، يعني مش هنزل بنص كوبايه مره واحده كده اهوت، لحد ما اشوف العجينه هتحتاج معايا قد ايه. احنا هنحتاج العجينه بتاعتنا تكون طريه بس في نفس الوقت كده متماسكه، مش بتلزق، مش عايزينها تكون بتلزق خالص، يعني تكون متماسكه وفي نفس الوقت تكون طريه. هوريكم القوام بتاعها عامل ازاي. مش هنعجن برضو فيها كتير قوي، احنا هنلم العجينه كده شويه. عايزه اقول لكم فضل معايا معلقه واحده كده من الميه، مش هحطها خلاص. العجينه بقى متماسكه وفي نفس الوقت كده ما بتلزقش في الايد، وبرضو لينه كده معايا، يعني ان احنا هنقدر نشكلها بكل سهوله. العجينه دي بقى احنا مش هنسيبها تخمر، بس هنسيبها ترتاح بس كده شويه. هنا بوريكم انها ما بتلزقش في ايدي، وده القوام بتاعها. هغطيها كده بس 5 دقايق ولا 10 دقايق، وبعد كده هبدا اشكلها. هاخد نصها كده اهوت، وهبدا كده اهوت ان انا اعمله رول كده اهو بالشكل ده عشان اشكلها بكل سهوله. مش حابه تعملي رول وتقطعي العجينه حته حته كده اهوت، بس الطريقه دي بتسهل وبتخليكي تنجزي بسرعه. بعد كده بقى بسكينة او بمقطع او باي حاجة اقطعها كده قطع صغيرة، وحاولي تكون القطع قد بعض. هقطع بقى كده كله بالشكل ده، وبعد كده هوريكم هنبدأ نشكلها ازاي. بعد بقى ما هقطعها كلها بالشكل ده، هبدأ اخد قطعة قطعة كده ابرمها، بس مش هبرمها كتير، يعني انا بس هرولها على خفيف كده، مش ان انا هقعد ارول فيها كتير. حسيت بقى حته صغيره حته كبيره هظبط كده بقى المقاس، ويعني مش شرط ان هو يكون بالملي، بس حاولي على قد ما تقدري يكون مقاس واحد. بعد ما خلاص بقى كده جهزتهم كلهم بالشكل ده، معايا بقى اول حاجه كده البصامه، والبصامه دي اكيد موجوده في معظم البيوت. بصوا بقى، باخد الصبع كده اهوت وبعمله بالشكل ده. هوريكم كده كذا واحده عشان خاطر تشوفوا ازاي. باخد الصبع وباجي بنزله بصوابعي كده اهوت لتحت، بعد كده وانا بلمها بقفله. عندك المنخل السلك بتاع الكسكسي بتاع زمان ممكن برضو تشكلي عليه، هوريكي برضو ازاي. بصي بسحب كده اهوت العجينه، وبعد كده بتتقفل معايا، بس هي طالعه النقشه بتاعتها ضيقه شويه. اي مصفى عندك اي حاجه اعملي عليها هتديكي شكل حلو.
اهم حاجه تضغطي كده شويه على العجينه عشان خاطر تاخد نفس النقشه. بس انا عملت كله بقى بالبصامه ديت. في حاجه تانية هوريها لكم، عارفين اللي هي الصفايه بتاعه البطاطس، برضو لو عملنا بيها بتدينا شكل حلو. المتاح عندك اشتغلي بيه. انا حابه بس اوريكي انها تنفع باي شكل عندك، اي مصفى، اي منخل، اي حاجه كده هوت. وفي ناس بيعملوها كمان بمشط يكون مخصص بس للمطبخ، تقدري برضو تشكلي عليه. بس انا بصراحه كنت بفضل اللي هي البصمه، حاساها ايه اسهل وبتطلع لي الشكل مظبوط اكتر. اوريكم بقى شكل الاشكال كلها اللي انا عملتها، وانتوا بقى اختاروا واللي انتوا الشكل اللي انتوا حابينه. البصمه باين، واللي هم كنت عاملاهم بالمنخل او اللي هي الشياله بتاعه البطاطس باينين برضه. بصوا بقى، معانا الشربات برد وهنا معايا الزيت على النار. بختبره كده بحته عجينه صغيره، اول ما كده بحس انها طلعت كده على النار من فوق، اعرف ان ايه الزيت بتاعي سخن. ابدا انزل بقى كده واحده واحده كده اهوت، بس بسرعه عشان ما ياخدش يعني جزء ياخد مني لون وجزء لا. هقول لكم برضو ازاي يطلع معاكي اللون موحد كده اهوت زي ما شفتوه معايا في اول الفيديو. في الوقت ده كده النار متوسطة معايا لحد ما اخلص كل الكمية وحطيتها بالشكل ده. ده طبعا اول نص عملناه. في الاول كده بهز بس الطاسة، ما بحركش اي حاجة الا لما بحس ان هو بدأ يتشمع معايا. منفعش وهو طري ابدأ اقلب. اول ما بيبدأ يتشمع بقى كده هو ببدأ اقلب كده هوت، يعني إيه على طول عشان خاطر ياخد لون واحد. كمان احسن طريقه تقلبي بيها يعني شوكه او معلقه او حاجه كده صغيره، عشان خاطر تقلبي كده بشكل دائري كده بسرعه، عشان خاطر ما يبقاش في حته واخده لون وحته لا. لو في الاول حسيتي ان في جزء وجزء كده اهو، ما تقلقيش مع الاستمرار ومع النار المتوسطه، يعني ولا تخليها عاليه قوي ولا تخليها برضو واطيه قوي. او زي ما انتم شايفين كده اهو، بفضل اقلب وبحب اطلعه بقى لونه كده يكون غامق كده شويه، عشان يبقى زي بتاع بره وكمان احلى. بصفي بقى منه الزيت كويس كده بعد ما بياخد اللون الذهبي اللي انتوا شايفينه دوت، وبنزل كده على الشربات على طول. اقلبه كده واسيبه بقى في الشربات لمدة دقيقة ولا دقيقتين كده عشان يشرب من العسل كويس، وبعد كده بطلعه على مصفى. الوقت بقى اللي كان الجزء التاني على النار كنت بدأت قطعت العجينة وبدأت ارولها. ودلوقتي بقى إيه ببدأ اهي اشكلها كده بسرعة. وهروح تاني احط، يعني انا في الوقت ده طفيت البوتاجاز عبال بس كده ما اعملهم على البصامة. وده شكلهم كده هوت. لما بصمت التانيين جيت بقى اطلع اللي انا حطيتهم في العسل على طول. وابني عمال يخطف فيها في الصوابع زينب، عجبته جدا والله، بقى يقول لي ماما طعمها تحفه. ملاحظين كده انا مطلعه اللي طلعت الاول صوابع زينب من الشربات، وبعدين نزلت بقى ببقيه الجزء التاني على في الطاسه. حسيت اللي هم حطيتهم في الاول اخدوا لون شويه، بس ما تقلقيش قلبي باستمرار وفي الاخر هتلاقيهم كلهم اخدوا لون واحد. بصوا زي ما انتم شايفين كده اهوت. يعني في الاول حسيت ان في جزء كده خد لون، مش مشكله، انت كده كده وانت بتقلبي يعني اللي هو ما اتحمرش قوي هيجي تحت وكده اهو لحد ما كله اخد لون معايا بالشكل ده. بصوا بقى شكله عامل ازاي. عايزه اقول لكم بجد اقسم بالله بجد طعمه تحفه، وكل اللي داقه سواء صغير ولا كبير انبهر بطعمه. جربوه بنفس الطريقة دي بجد اقسم بالله هيعجبكم. برضو دولت كده في الشربات شوية كده هوت، يعني لمدة دقيقة كده هوت، دقيقة ونص كده هوت، دقيقتين حسب ما انت حباه يشرب معاكي شربات قد ايه. هطلعهم بقى كده هوت في المصفى برضو زي ما طلعت التانيين. وعايزه اقول لكم الشربات فضل منه يجي نصه، يعني انت لو حابه تعملي كوبايه سكر بس او كوبايه ونص تقدري تعملي. بصوا بقى شكله عامل ازاي، لونه كله لون واحد. وعايزه اقول لكم مقرمش وجميل جدا. بصوا هو نازل في الطبق والله، رغم انه مقرمش كمان وخفيف كمان، مش اللي هو مقرمش بقى يوجع السنان، لا، بيدوب كده دوبان. بصوا شكله عامل ازاي، واللمعه بتاعت الشربات بتاعته مقرمش ودايب. بصوا مجرد ما بضغط عليه كده بصبعي ما شاء الله بيدوب كده تحت ايدي كده دوبان. اتمنى الفيديو بتاع النهارده يعجبكم وتستفادوا منه. لو استفدتوا من الفيديو ما تبخلوش عليا بلايك، ولو انت لسه اول مره تشوفي قناتي يا ريت تشتركي في القناه عشان يوصلك مني كل جديد. بصوا انا حبيت اوريكم الفرق ما بين البصمه وما بين الشياله بتاعت البطاطس. بجد والله باي طريقه هتشكليه هيطلع من ايدك زي الفل. متأكدة لو انتوا جربتوها بجد هتعجبكم. اقول لكم الكمية اللي طلعت اكتر من كده بكتير، طبعا اتاكل منها قبل التصوير بيوم. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. اشوفكم باذن الله في فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.